دابا البعض اللي كيقول هاد الهضرة هادي كيبنيها على قطر 2022، كيقول لك كيفاش انتصرنا على البرتغال وإسبانيا وهاد الشي كامل وبلجيكا، وجينا حتى لفرنسا وما ولينا مشلولين، هاد الهضرة ديالهم. وخصنا نرجعوا لذاك الماتش ونحللوه بشوية. الناس خصهم يعرفوا بأن هذاك الماتش بالضبط كانوا عندنا 4 ديال اللاعبين مصابين خارج الخدمة، واحد فيهم شاد بطاقة حمراء اللي هو وليد شديرة، ثم 3 لاعبين خارج الخدمة، والحديث هنا على نايفا، ثم على رومان سيس اللي لعب 21 دقيقة فقط ودخل من بليسي وخرج. فاش كنهضروا على نايفا وكنهضروا على رومان سيس فكنهضروا على قلوب الدفاع الأساسية عندنا آنذاك، ودخلوا بدلاء اللي بطبيعة الحال نكن لهم كل احترام وتقدير، ولكن ماشي في المستوى ديال نايف أكرد وماشي في المستوى ديال رومان سيس. فما يجيش شي واحد يقول لينا لا راه نتوما ديك الساعات راه خليتوا ماتش لفرنسا. أكثر من ذلك كانوا لاعبين على رقعة الميدان اللي لاعبين غير بواحد 50% ولا 60% من الطاقة ديالهم، لأننا أجهدنا، راه لعبنا 120 دقيقة ضد إسبانيا ولعبنا مباراة صعبة ضد البرتغال، واللي تفرج في هذا الشيء راه يعرفها. كنا كندافعوا وكنرجعوا اللور، راه كان يجهدوا اللاعبون. ومن بين هاد اللعابة اللي كانوا يعني لاعبين غير 50% ولا 60% من الطاقة ديالهم، عندك نصير المزراوي، ياسر راه تصاب في المباراة الأولى إلا مازال عاقلين، ثم عندنا حكيم زياش اللي عانى من آلام في الركبة صعبة جدًا، وراه ديك الإصابات ما تشافاش فيها إلى يومنا هذا. ثم كان عندنا أيضًا عز الدين أناحي اللي ما كانش موالف كيلعب في هذاك الريتم، وكان أحد لي كلي ديال وليد الركراكي، وراه أجهد بشكل كبير. ثم كذلك سفيان أمرا. فهاد اللعابة اللي كنقول لكم راه تقريبًا نفس التشكيلة الأساسية كانوا خارج الخدمة في المباراة ضد فرنسا في 2022. بلا ما نهضروا على التحكيم اللي يهضر عليه فوزي يقشع براسو، اللي قال لك اودي راه دولي منها تحكيميا، واللي عاقل راه كاين واحد التصريح ديال وحيد خليلوزيتش كيقول راه الا وصل شي نهار المغرب ولا شي فرقه افريقيه للدومي فينال راه والله لا خلاوهم يوصلوا للفينال، حيت داك الشيء داخل فيه الفلوس وداخل فيه المستشهرين و فالتحكيم كان ضدنا ديك الساعات، وراكم عاقلين على اللقطه الشهيره ديال ركله الجزاء ديال سفيان بوفال، والخطا كان ديال اللاعبين ديالنا اللي ما احتاجوش على تحكيم، وراه بوفال قالها من بعد قال لهم انا كنت مركز على الشبكه دار الكونتاكت تنظن بلي انا اللي ضربته، ولكن من بعد فاش شفت الكاميرا تبان لي بانه هو اللي ضربني، فلو رجع الفار كانت عطانا ركله الجزاء وكانت تغير المباراه. فدابا غادي نهضروا على المباراة الحالية، حنا ولاد اليوم كيف كنقولوا، المغرب ضد فرنسا. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الماتش خصنا نحطوا واحد النقطة مهمة، المنتخب الفرنسي حاليًا من أقوى المنتخبات في العالم، وعنده أقوى خط دفاع في العالم، نكونوا واضحين، شي ماشي مبالغة، ماشي باغي نخلعكم، ماشي باغي نزيد فيه، ولكن راه المنتخب الفرنسي عنده واحد الربعة ديال اللعابة في القدام راه من الأفضل في المراكز ديالهم، كنهضروا على كيليان مبابي، كنهضروا على عثمان ديمبélé، كنهضروا على أوليسي ديال بايرن ميونخ، وكنهضروا أيضًا على دوي، راه هادو من الربعة، ثم هذاك باركولا تا هو، كنهضروا على واحد الخط ديال الهجوم اللي هو من أقوى خط هجوم في العالم حاليًا، اللعابة ديالو ديما مكلاسين بين ال10 الأوائل في الكرة الذهبية، ديما لاعبين لي فينال، فين ما كان شي فينال كتلقاه، الشامبيونز ليغ ها هما دابا في كأس العالم. المنتخب الفرنسي الإخوان راه في آخر نسختين لعب 2 فينالات، وحده داها وحده خلاها، وحده كانت داها في 2018 وفي 2022 كان الثاني، فحنا نتحدث عن منتخب يعيش أزهى اللحظات ديالو، حنا كنهضروا على البرازيل ديال التسعينات، مع اختلاف يعني في طريقة اللعب وفي أمور أخرى. فحنا فاش غادي نواجهوا منتخب فرنسا راه ما نواجهوش منتخب ضعيف، فسواء ربحنا ولا خسرنا راه لعبنا الكرة، ولكن حنا راه ما بغيناش نخسروا، حنا بغينا نربحوا ونقدروا نربحوا، لأن المنتخب الفرنسي مهما بلغت قوته كيبقى واحد المنتخب اللي عنده مجموعة ديال نقاط الضعف. كنهضروا بعدا على نقاط القوة ديال المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي كيتميز بالسرعة ديال اللاعبين ديالو والمهارات ديال اللاعبين ديالو خط الهجوم، وكذلك منتخب يلسع بقوة، وهذه يلسع عرفت علاش قلتها. في كرة القدم كاينين 4 ديال لي سيتوياسيون، كاين فاش كتكون عندنا الكرة، كاينه فاش الكرة كتكون عند الخصم، كاينه فاش كنفقدوا الكرة، كاينه فاش الخصم كيفقد الكرة، عقلوا على هاد جوج ديال لي سيتوياسيون الاخرين. ومنتخب فرنسا قوي فاش كتفقد انت الكرة، يعني فاش يحيد لك انت الكرة، خاصة إلا كانت في المناطق ديالك، كيستغل السرعة ديال اللاعبين ديالو بتمريرات قصيرة وسريعة، يعني 3 ديال لي باس كتلقى مبابي راسو راس الشبكة، وهذه هي اللسعة اللي قلت لك، يعني كاين دغك كتسحاب راسك راك مستحوذ راه عندك الكرة، كيجي يحيدها لك بواحد السرعة كيدير داك الشيء كالبرق. حتى كيلقاو راسهم راس الشبكه وكيصدقوا دايرين عليك محاوله، فهاد لا سيتوياسيون ما خصكش تطيح فيها مع فرنسا، وإلا طحتي فيها خصك تكون منظم. ثم النقطه الثانيه اللي في القوه ديال المنتخب الفرنسي
أن عنده مجموعة ديال الحلول، عنده لاعبين مهاريين، عنده لاعبين كيثيروا من البعيد، ثم عنده لاعبين ديال الخط الخلف اللي طوال القامة اللي كيلعبوا على الكرات الثابتة. فنحن أمام منتخب متنوع المخاطر، عنده بزاف ديال مصادر القوة. لكن فين كاينة نقطة الضعف في المنتخب الفرنسي، أو كيفاش نقدروا نربحوا المنتخب الفرنسي؟ هاد الشيء هو اللي غادي نقولوه دابا ونوضحوه بتفصيل، فركزوا معايا. فكيف قلنا المنتخب الفرنسي نقدروا نربحوا لأن عنده مجموعة ديال نقاط الضعف، إلا عرف محمد وهبي يستغلهم غادي يكون الفوز حليفنا إن شاء الله، ونطلعوا ديك الساعات للدومي فينال. فمن بين نقاط الضعف في المنتخب الفرنسي هي أنه داك الاندفاع اللي كيديروا اللاعبين ديالو كيخلي بزاف ديال المساحات في الخلف، خاصة على الأظهرة، كيف ما وقع لكندا معنا في الشوط الثاني. النقطة الثانية هي أن المنتخب الفرنسي ما كيعرفش يتعامل مع المنتخبات المنظمة، يعني دوك المنتخبات اللي كتوقف، اللي كتسد المساحات، اللي كتلعب كومباكت، اللي كتلعب بواحد الدفاع منخفض ولا متوسط، كتلقى معاه مشكل. والدليل هي مباراة الباراغواي السابقة اللي فرنسا استحوذت وما قدرتش تسجل إلا هدف وحيد من ركلة جزاء كيف شفتوا. ومنتخب الباراغواي زعما شخصيا أول مرة كنشوف منتخب كيدير الكونتر اتاك بلعاب واحد، أول مرة. أنا تقريبا كنشوف كرة دابا أزيد من 25 سنة، أول مرة كنشوف منتخب أو فريق كيدير الهجمة المرتدة بلعاب واحد، لأن كون زعما غير شوية الباراغواي كانت تربح أو كانت بعدا غير تقلقهم وديهم للأشواط الإضافية، ولكن غالب الله هذاك هو الجهد ديالهم. ولكن بينوا أحد أكبر نقاط الضعف في المنتخب الفرنسي هي الضعف أمام المنتخبات يعني اللي منظمة دفاعيًا. النقطة الثالثة أو نقطة الضعف الثالثة ديال المنتخب الفرنسي هي الضعف في التعامل مع المرتدات، مع لي كونتر اتاك. فكيف قلنا هذوك لي سيتوياسيون اللي شرحت، إلا كانت فرنسا تلسعوا فاش كتحيد لك الكرة، فحتى هي تلدغ فاش كتحيد لها الكرة. المنتخب الفرنسي بحكم داك الاندفاع وهذيك الكتلة باش كيطلعوا، فاش كتحيد لهم حتى انت الكرة كيلقاو واحد الصعوبة كبيرة بأنهم يرجعوا للمناطق ديالهم ويتقادوا، وكل واحد كيبدا يهول على الآخر. أن رغم أن المهارات الكبيرة ديال المنتخب الفرنسي، ولكن اللاعبين ديالهم أقل يعني مرونة تكتيكية على المنتخب ديال 2018 اللي كان فيه كانتي وبوجبا. فما كيلقاوش دغيا هذاك الانتظام، ما كيرجعوش دغيا لا سيتوياسيون ديالهم، فإلا قدرتي انت تضربهم بنفس سلاحهم بديتي تكرفسهم. النقطة الرابعة في نقاط الضعف ديال المنتخب الفرنسي هي أن المنتخب الفرنسي هذيك اللعبة اللي كيبي يدير فاش كيبي يستغل هذاك اللدغ كيف سميتو ولا اللسع اللي كيدير فاش كيحيد ديك الكرة وكيزرب عليك، هذيك إلا قدرتي تبطل المفعول ديالها ما كيلقاو واحد الصعوبة ديال أنهم يبنيو اللعب من الخلف. يعني فاش كتحبسهم فاش كيرجعوا الكرة للور كيلقاو واحد المشكل بأنهم يطلعوا وينظموا بشوية عليهم، لأن ما عندهمش واحد صانع ألعاب صريح اللي يقدر يدير هاد الشيء. اللاعب الوحيد اللي عندهم هو ريان بن شرقي واللي ما كيعتمدش عليه أصلًا ديشامب، ما كيبانش ليه في المستوى ديال دوك اللاعبين أو كيعطل ليه الكرة ولا شوف هو الفكرة اللي عنده. ولكن هنا كيخلي لهم يعني واحد الديكالاج وما كيقدروش يلعبوا. ثم نقطة الضعف الخامسة واللي هي غاية في الأهمية، هي أن المنتخب الفرنسي فاش كيبان ليه الماتش كيبعد عليه، كيدخل في ما يسمى بالتسرع، وهي اللي عشناها حنايا في المباراة ديال كندا في الديبي ديالو. يعني كيبغيو يزربوا، كيبغيو دغيا يماركيو، كيديرونجاو وكيبداو يديروا بزاف ديال الأخطاء، يعني كيبداو يطلعوا وكيبداو هذا، فكيديروا بزاف ديال الأخطاء. ثم النقطة الأخيرة عاوتاني في المنتخب الفرنسي أن رغم يعني طول القامة ديال لاعبي الدفاع إلا أنهم عندهم مشكل في الضربات الثابتة، ما كيعرفوش يتعاملوا معاها بطريقة جيدة. فهادو هما النقاط ديال الضعف ديال المنتخب الفرنسي اللي إلا مشات تستغلهم محمد وهبي غادي يعني إن شاء الله يكون انتصار حليف ديالنا. وبوتيتر يعني محمد وهبي يكون تيشوف شي حوايج كثر من هاد الشيء اللي شفناهم حنايا، ويقدر يدير شي مفاجأة أو يلعب بشي طريقة مفاجئة. فحنايا كنحاولوا يعني نقراو من خلال كيفاش شفنا المسار ديال المغرب، كيفاش شفنا المسار ديال فرنسا، نديروا واحد القراءة. ولكن القرار النهائي كيبقى للمدربين لي زوركستر، ثم كيبقى لي زارتيست اللي كيبقاو تابعين هذاك الأوركستر في داك الشيء. فكنتمناو مباراة قوية جدًا وجميلة جدًا، وبالتوفيق للمنتخب الوطني المغربي، ونتمنى حظًا تعيسًا للمنتخب الفرنسي. بارك الله عليكم.